And now, the national anthem of Morocco. عودة الأسماء البارزة والأساسية والتي أراها في المباراة. أيوب عمراوي 18 وسام عزوزي 17. الرائعة والمميزة في الخط الأمامي سونغاري ودومبيا. إضافة في مدينة طنجة في عروسة الشمال تمكنت رسم اللجوء إلى الفار من طرف الحكم بيير أتشو. الدليل والنموذج ما رأيناه في مباراة غانا كيف أن المنتخب نصف ساعة وهذا أعطى الكثير من الاطمئنان وخلى المنتخب من التفاهم بين بلال الخنوس والزلزولي، بين الزلزولي والخنوس. بلال الخنوس العرضية الراسية. الهدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لأنه لا نريد بطاقات مجانية، لا نريد بطاقة. الزلزولي في خطأ يقول الحكم الجابوني لا 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 لا. ممتازة ينزل الزلزولي داخل منطقة الجزاء. الزلزولي العرضية بحت كذا يمرر بين السيباري والخنوس والكرة واحدة ممتازة. الوحيدي وحده يلعبها 1-2 ممتازة. فيها جول في هذه اللحظات. الأسود تظهر في هذه الاثناء وانت في نهاية موسم، فترة إجازة، فترة عطل. المغربية مشاهدينا الكرام، وليد الركراكي مع رشيد هنا من طرف اللاعب الزلزولي بينما نتابع يانيس بقراوي سددها بالشكل المطلوب لكن في نهاية المطاف ياكيتي دفاعية لا زالت مغربية. هنا يانيس شوت يا يانيس. موندي وحده من دون رقابة. ديوموندي يا عاد زكريا الوحيدي وبمجهود ثنائي رائع بين لا في الضربة الأولى ولا في الضربة الثانية. هذه صعبة يا علاء، عالية جدا إلى مراد لأن الشرعي كيف ما كان الحال أعتقد حتى لو السيباري مصاب ذلك لا زالت صعبة. وعلاء يخرج علاء لا زالت خطيرة. ارتقاء، شوف هنا الارتقاء، شوف اللاعب سيسي كيف. أنا قلت لكم الكرات العالية يتفوق في اللاعبين سيسي. واضح الآن عصام الشرعي في التبرز في هذه الجولة. شوف الإعادة الأولى لبلال وصلت إلى الزلزوس. الخنوس سددها وجول في الجهة اليمنى. أتمنى هذه المحاولة احنا نترك مساحات الى العناصر الماليه مع كل هذه صعبه. فالتعادل قلت ولو تتذكرون المنتخب بعد اخطاء متكرره من وسط الميدان ومن الزلزولي. برافو، مر من الاول مر من الثاني يدخل الزلزولي 57 فقط. هنا الكره وصلت زلزولي إجماع. المهم انك تخلق الفرص، المهم انك تعمل فرص. وبعد الزلزولي اختراقات الزلزولي ومراوغات الزلزولي يرفع لمسه احد اللاعبين حمزه بحركه فنيه يرفع الزلزولي حمزه إجمان من خلال حركته يبدو بأن إذا حمزة يتقدم، عندك المساحة يراوغ. ممتازة في الحين انتظرنا العكس تماما وانتظرنا ضغط المغرب. بعد ساكو فيها خطورة ممكن ينصطاد. هذه الإعادة مجددا الارتقاء بهذا الشكل سيطال الآن في تنفيذ هذه الركنية مقوصة الراسية. هذه الكرة الماضية والخروج الموفق لخطير. هذه صعبة طلع الكرة حقيقة تحتاج أنك ترفع للجدار. هذا مجددا سدد قوة الزلزولي، هذه تحتاج لما يلا يا الزلزولي سدد والكرة تصطدم الجدار والتسديد بلطف تكون مقوصة. المنتخب مالي كذلك عنده طموح انه يمشي للالعاب. امير مولي عبد الله كل المدرجات مملوءة عن اخرها. 50 ترغلين مر ترغلين انطلق ترغلين السرعة المسك واضح. وكمان ابراهيم صلاح يدخل صلاح مغربية. الزلزولي سدد والحكم يعطي الامتياز. ابراهيم صلاح الذي يتحصل على الركنية في سليمة. لقطة سليمة. هذه الإعادة طه يونس يرفع في القائمة الثاني. هي جول على طريقة يوسف. هكذا مالية في هذه اللحظات. الأعصاب نعم بكل العبارات. هنا ورقة حمراء منتهى لما تعاني حلاوتها لما تخرج. الآن العاصفة المالية بدأت الآن على الدفاعات من دون رقابة. ديالو استلمها لحسن الحظ أن بالراس. خطيرة
عند عناصر المنتخب المالي. كمية صعبة، كمية صعبة يؤدي النتيجة لفائدة المنتخب المالي. دياكيتي يرفع كرة، لازم سونغاري العرضية. هنا رجعت الضغط للمالي من جديد، مراوغة أولى دفاعية مجددا. التمرير ممتاز الوزن، لكن هنا لم يحصرها بشكل جيد. هذه الإعادة مرة أخرى. يونس طه، يونس طه ضربة جزاء. رفع الكرة في القائم الثاني بالراس مرة جانبي وتحسم مصير